أستاذ أحمد، هو أنا ممكن أسأل حضرتك هل في حد في الدنيا بيطلع يتكلم عن رزقه وشغله؟ هل النجار بيطلع يتكلم؟ طيب بص، هو أنا الكومنت ده يعني السؤال ده جالي كذا مرة بصور مختلفة، ومرة حد حتى سألني قال لي ده أنا مراتي بتعرفش أنا أصلا بيخش لي كام. أنت بتطلع بتعرف ناس كل حاجة. وعاوز أقول لكم من الحاجات المضحكة جدا يعني إن واحدة اتصلت بيا، هي طبعا بتحور لي يعني هي المفروض إن هي بتتكلم عن جوزها، بس هي بتتكلم بتقول لي أنا جوز صاحبتي بيشتغل بالموتوسيكل وبيقول ان هو مش بيكسب، فاحنا ازاي نتأكد ان هو بيدخل زي دخلك كده، وازاي نخش على الابليكيشن نعرف هو بيشتغل بكام وكده. بص، هو انا عموما يعني بحكم ان انا ليا تجارب كتير وخبرات كتير في كذا مهنة اشتغلتها وعملت مشاريع كتير، متعود دايما من قبل ما انا مثلا كنت بفكر ان انا اعمل محتوى او اصور فيديوهات وكده. دايما ما بقى بتكلم مع اي حد بحاول افيده، واحاول اعلمه مثلا خبره انا اكتسبتها او مهاره او حاجه، ازاي مثلا ازاي تدخل دخل من شغلانه فلانيه، او مثلا يعني كنت اشتغلت في كذا مجال قبل كده. في اي مجال بشتغل فيه دايما بحب انقل خبراتي لاي حد، فيعني ده طبع فيا قبل ما ان انا اعمل موضوع المحتوى دوت. من ناحيه تانية برضك بختي في الايام دي اللي يساعد حد او يفتح له باب رزق، لان احنا فعلا في ايام صعبه والدنيا صعبه الايام دي. ان انت يعني تسهل لحد ان هو يشتغل شغل او يلاقي فرصة شغل كويسة تدخله دخل كويس، دي يعني يا بختك لو عملت كده لحد، بالذات في الظروف اللي احنا فيها دي. والحمد لله اللي انا بعمله ده عمره ما نقص من رزقي حاجة، ولا اثر على رزقي في اي حاجة. بالعكس، بحس دايما ان ربنا بيبارك لي في رزقي كل ما بساعد الناس اكتر. وكمان لو تابعت المحتوى بتاعي هتلاقي ان انا بتكلم عن سلبيات مش ايجابيات بس، يعني دايما بتكلم ان من مصاعب الشغلانه ان احنا بيحصل لنا كذا، الحوادث، المصاريف، النهارده صرفت في الصيانه كذا، عملت كذا. فانا دايما بوضح كل الجوانب، مش بوضح بس ان انا بكسب وخلاص، لا ده انا بوضح الجوانب السلبيه في الشغل مش الجوانب الايجابيه بس. كمان انا طالع بعمل محتوى بسوق لشغلي، ان انا بسوق للمجال الشغل اللي انا بشتغله ده. فطبيعي من ضمن التسويق ده ان انا اقول لك انت بتكسب كام، المتوقع انك تكسب كام. ومتهيألي انا دايما لما اجي بتكلم عن المكسب بتكلم ان ده مش ده العائد المتوقع دايما. انت لازم يكون عندك خبرة عشان توصل للعائد ده، يعني بوضح دايما ان انت مش بسهولة توصل للرقم ده. فانا يعني مش بحاول ادلس على الناس او اكذب عليهم، انا ببين مميزات الشغلانة وببين عيوبها، ومش بسكت عن عيوبها كمان او اخبي عليك، لا ده انا بحاول ان انا دايما اظهر لك العيوب. هحكي لك على موقف هو حصل معايا من كام يوم يبين لك يعني قد ايه اللي انا بعمله ده ممكن يفيد ناس تانية. من كام يوم اتصل عليا شاب، قال لي انا عاوز اعرف، انا من اسكندريه وعاوز اعرف الشغل ده مناسب ليا ولا لا. قلت له طب انت بتسال يعني مش فاهم يعني مناسب ليك من ناحيه ايه؟ قال لي انا بغسل كلى ومش عارف هقدر اسوق الموتوسيكل وهيبقى في تحميل على دراعي ولا لا. فانا بيني وبينك يعني ايه، حسيت ان انا ممكن افيده، فقلت له طب تعالى قابلني ونقعدوا يعني نجرب مع بعض ونشوف. قلت له انت عمرك سوقت موتوسيكل او عجله؟ قال لي لا ما سوقتش قبل كده. فلما شفته قعدت اتكلم، قلت انت مشكلتك ايه؟ قال لي انا مشكلة ان انا مركب جهاز في دراعي الشمال، فما ينفعش احمل على دراعي قوي عشان انا بغسل كده. قلت له طب انت اشمعنى سبت يعني كل الوظائف ودورت على الوظيفة دي؟ قال لي عشان انا لما انا بغسل كده يوم ويوم، والغسيل بيقعد 4 ساعات، فبقى في مشكلة ان انا وانا بغسل يعني مواعيد الغسيل صعب ان حد صاحب شغل تتوافق معاه. قال لي يعني مفيش حد هيقدر يتحمل ان انا كل يوم ويوم اسيب الشغل 4 ساعات عشان اروح اغسل، والغسيل طبعا مواعيده مش ثابته على حسب الظروف يعني. فالمهم يعني قعدت انا وهو نجربه وخليته يحاول يسوق الموتوسيكل، فمشى بيه شويه وبتاع، بس هو كان عنده المشكله ان ايده الشمال مش بيقدر يحمل عليها، والدبرياش بتاع الموتوسيكل عندي تقيل شويه. المهم وصلنا ان هو ايه، ان هو ممكن يشتغل بسكوتر. وحتى كان بالصدفه في الشارع اللي انا بعلمه كان في بتوع اكاديميه موسى كان بيعلموا على سكوترات، فدخلنا سالناهم، فمش عارف قال لنا الخمس حصص او 6 حصص ب 900 جنيه، حاجه زي كده يعني. فقلت له خلاص الافضل انت تجرب تسوق سكوتر وممكن يكون انسب ليك. انا هنا بحكي لك الموقف ده ليه؟ عشان ابين لك ان انا ممكن افيد حد يكون محتاج بيدور على شغل ومش عارف الشغل ده مناسب ليه ولا لا، مش عارف هينفعه ولا لا. انا لما ابين لك ان الشغل ده مثلا المصاعب بتاعته ومشاكله وقرفه عامل ازاي، واحكي لك كمان دخله، فده هيوفر عليك مسافه كبيره من ان انت تروح تجرب، بدل ما انت تروح تجرب بنفسك وتتفاجئ بالمشاكل بتاعته بعيوبه او تلاقي وتكتشف مميزاته. لا انا بعرض عليك الشغل بكل تفاصيله،
بحيث ان انا اوفر عليك التجربه. حاجه زي كده ممكن يكون حد فعلا محتاج شغل زي ده وهو ما عندوش فكره. انا بعمل اعلان عن الشغل، عن المجال بتاعنا، بعمل اعلان عن استخدام الموتوسيكل في النقل الذكي، وباذن الله هعمل فيديوهات بعد كده عن طلبات كمان. فممكن حد يكون محتاج الشغل وهو مش جاي في دماغه الفكره. يعني هو انا كتير بقعد استغرب، بقول للناس الشباب بتقول مش لاقي شغل ليه؟ شغلانه زي شغلانتنا دي فيها دخل كويس وفلوس كويسه. بس اللي انا بدات اكتشفه ان في ناس كتير ما تعرفش المجال، ما عندهاش فكره. فانا لما اطلع اتكلم واوضح ده، ممكن يكون حد محتاج يظهر قدامه الفيديو فيبدا يدور ويشوف هل مناسب ليه ولا لا. بالمناسبه لو في حد من اسكندريه وعنده الامكانيه ان هو يعلم الشاب ده على على سكوتر يعني بشكل ودي كده، او ممكن باجر بسيط، يبعت لي على الخاص. بس ويلا السلام.